في ناس كتير ما تعرفش قيمة الموتوسيكلات علشان بيمشي على عجلتين، فمستحيل يبقى سعره غالي، والناس بتتفاجئ لما تشوف بايك سعره معدي ال60,000 دولار. والناس بتتفاجئ أكتر لما تعرف أسعار موتوسيكلات هارلي ديفيدسون. أنا إسلام، والفيديو ده هقولك ليه موتوسيكلات هارلي غالية. هنشوف رحلة في ال5 حاجات اللي بسببها موتوسيكلات هارلي دايما غالية، من أول الاسم والتاريخ والتصنيع، الشخصية واللايف ستايل، وآخر حاجة التخصيص. تأكد إنك تشوف الفيديو ده للآخر عشان تعرف إجابة الأسئلة دي كلها. ممكن تشتري موتوسيكل ياباني سريع بنفس ثمن الهارلي، بس ليه في ناس لسه بتدفع ارقام كبيره في الموتوسيكلات الكروزر بتاعت هارلي؟ ايه السر اللي مخلي موتوسيكلات هارلي ديفيدسون تفضل غاليه كده؟ اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ده وصلي على النبي ويلا نبدا. اول سبب التاريخ. هارلي مش مجرد شركة وخلاص، دي أيقونة أمريكية بدأت سنة 1903، يعني فوق ال120 سنة في السوق، بموديلات مختلفة وقصة لكل موديل وحكايات حرفيا مش بتخلص للشركة دي. شركة عدت على حروب، أزمات اقتصادية، منافسين طلعوا ووقعوا وهي لسه واقفة. الناس بتشتري هارلي مش بس عشان تمشي بيها، لكن لأنها بتحمل تاريخ وتراث وشخصية. لما تشتري هارلي أنت بتشتري رمز للحرية، للطريق المفتوح، والاسلوب الحياه الامريكي. تاني حاجه الخامات والتصنيع. هارلي متصنعه في امريكا، وده لوحده بيرفع التكلفه بسبب الضرايب العاليه والمواد الخام الاغلى كمان. معظم المنافسين بينقلوا التصنيع لاسيا عشان يوفروا، لكن هارلي لسه بتحافظ على جزء كبير من الشغل في مصانعها المحليه في امريكا. والخامات ممتازة طبعا، حديد أكتر من البلاستيك، قطع كتير معمولة يدوي، والمحركات نفسها بتتجمع بتفاصيل دقيقة جدا. كمان الهارلي معروفة إنها معمولة عشان تعيش سنين طويلة، فعادي جدا تشوف هارلي بقالها 30 أو 40 سنة عايشة ولحد دلوقتي وشغالة كويس جدا. في ناس عندهم هارلي من الثمانينات ولسه شغالة زي الساعة، وده عمر مش بتشوفه في كل الموتوسيكلات، وده بسبب التصنيع الكويس والخامات النظيفة. عاملة بالظبط زي العربيات الأمريكان ماسل كده، بتفضل عايشة سنين طويلة، هي معمولة أصلا عشان كده. تالت حاجة الصوت والشخصية. مفيش صوت زي صوت الهارلي، الصوت ده مش صدفة، ده تصميم معتمد. محرك في توين بزاوية 45 درجة، بصوته التقيل والناعم في نفس الوقت بقى علامة مسجلة. الصوت نفسه ليه براءة اختراع من هارلي، وكان سبب في شهرتها، لانك بتسمعه من بعيد وتقول ده اكيد صوت هارلي. صعب انك تلاقي نفس الصوت ده في بايك تاني، ممكن تلاقي حاجات شبهه، لكن هنا بيفضل الاصلي موجود. الشخصية، كل موديل من هارلي ليه طابع خاص، سواء فات بوي او سبورترز او رود جلايد، كل واحد من دول ليه شخصية بتاعته لوحده مختلف عن التاني. كل واحد بيعكس اسلوب مختلف في الركوب، وده بيخلي الناس تتعلق بيها اكتر وتحبها على مر السنين. وعادي انك تلاقي راجل كبير عنده 50 سنه راكب هارلي، او تلاقي شاب صغير عنده 20 سنه راكب هارلي برضه. ودي من الحاجات المهمه اللي الشركه دي بتلعب عليها، بتخلي الكبير يحب الشركه والصغير كمان يحب الموتوسيكلات بتاعتهم. الحاجه الرابعه اللايف ستايل. هارلي مش مجرد شركه بتبيع موتوسيكلات، هارلي بتبيع لايف ستايل. الموضوع كبر وبقى اكتر من انه مجرد موتوسيكلات بتتباع وخلاص، لا، الجماعه هنا واخدين الموضوع بجديه قوي، ومن زمان على فكره. عندهم لبس، كافيهات، ايفنتات، ونادي كامل اسمه هارلي اونرز جروب، نادي رسمي واللي فيه مئات الالاف الناس حوالين العالم. باختصار، تشتري هارلي تدخل عالم كامل وكوميونيتي مترابط. اللي عندهم هارلي بيتعاملوا زي عيله، وبينظموا رحلات وتجمعات وبيعتبروها جزء من هويتهم. البراند قوي قوي، وده بيرفع القيمه وبيخلي الناس مستعده تدفع اكتر لمجرد الانتماء ليه. حاجه زي اللي بتعملها براندات اللبس الكبيره، يحسسك انك بتنتمي ليهم مجرد ما تشتري حاجه من عندهم. وهنا اللي هارلي بتبنيه من زمان. الافلام كمان كان لها دور في شهره هارلي بسبب عرضهم لثقافه ركوب الهارلي في امريكا من زمان، والنوادي والبايكس كلاب المشهوره، وده اللي بنى سمعة كبيرة للشركة على مر العصور حقيقي. وبقى اسم هارلي مربوط بحاجات كتير غير الموتوسيكلات. خامس واخر حاجة التخصيص والتعديل. واحدة من اكتر الحاجات اللي بتميز هارلي انها عندها قابلية للتعديل بشكل رهيب، من اول المقابض والاكزوست لحد الفريم والدهانات، تقدر تخلي الهارلي بتاعتك فريدة من نوعها 100%. وامريكا مليانة بحاجات زي كده، الموضوع معاهم وصل لابعد المراحل وتعديلات مجنونة ما تتصدقش. وهارلي نفسها بتوفر كتالوج ضخم من الاكسسوارز والافتر ماركت بارتس، وسوق كامل ما بعد البيع في حاجات كتير جدا. يعني السعر الاساسي بيزيد لانه في دماغ المشتري الموتوسيكل ده مشروع مش مجرد وسيله نقل. وفي موديلات هارلي بتطلع باعداد محدوده، وده بيخليها تبقى مطلوبه جدا بعد كده. في موديلات سعرها بيعلى بعد فتره، وفي موديلات تانية سعرها بيطلع بعد ما بتطلع من المصنع على طول. كمان الهارلي لما بتتباع مستعمله قيمتها بتفضل عاليه نسبيا، لانها معموله تعيش، وفي ناس بتدور عليها مخصوص ومستعده تدفع فيها ارقام مجنونه. بالنسبه للاسعار، في امريكا الاسعار بتبدا من حوالي 14,000 دولار للموديلات الاساسيه، وبتوصل لأكتر من 50 و60 ألف دولار للموديلات الفاخرة والفخمة شوية. وده ستوك، والأرقام دي مش أكيدة، ممكن تزيد شوية أو تقل شوية، بس الأكيد إنه هارلي غالية بس فعلا تستاهل. لو انت بتدور على خامات ممتازة، موتوسيكل يعيش معاك سنين طويلة جدا، صوت وشخصية فريدة، ومجتمع حواليك، يبقى السعر مش مبالغ فيه بالشكل اللي الناس شايفاه. لكن لو انت عايز بريفورمانس وأداء عالي وموتوسيكل بيجري،
ممكن تلاقي حاجات اسرع بربع الثمن الهارلي. ودلوقتي بقى في بدائل كتير في فئه الكروزر، كل الشركات بتعمل موتوسيكلات كروزر، من اول الشركات الصيني لحد الياباني المعروفه زي كawasaki وهوندا وياماها، وكل الشركات حرفيا بتعمل النوع ده من الموتوسيكلات دلوقتي، وباسعار وبخامات وبمواتير مختلفه، انت وذوقك، وعندك بحر كامل تختار منه. بس هارلي مش لكل الناس، لكنها غاليه لانها مش ماشيه ورا السوق، هي اللي عامله سوق لوحدها والشركات كلها بتقلدها. في الاخر هارلي ديفيدسون مش غاليه علشان هي الاحسن في الاداء، هي غاليه لانها مختلفه، لان ليها روح وناس بتحبها بجد. وهنا بيكون السر ان القيمه مش دايما بالارقام، اوقات بتكون بالاحساس، فما تخليش الاحساس ده ينسيك انك تشترك في القناه او تعمل لايك للفيديو ده. وشكرا على المشاهده.